طيب لو انا في علاقة مع شخص عنده نمط تعلق قلق اتعامل معاه ازاي؟ آه بشوف ان 5 حاجات مهمين جدا في التعامل مع الشخص صاحب نمط التعلق القلق داخل العلاقة. اول حاجة انك محتاج تطمنه بس تطمنه بشكل متزن. انا مش معاك على طول، مش معاك طول الوقت، مش متاح طول الوقت، بس انا معاك وقت ما تحتاجني، وقت ما تكون محتاج انك تطمن انا معاك، انا بحبك، انا جنبك. دي حاجة من الحاجات اللي انت المفروض تعملها قولا وفعلا. دي حاجة من الحاجات اللي بتحسسه انه مطمن. تاني حاجة محتاج انك تعرف احتياجاته بشكل واضح. يعني ايه؟ الشخص اللي عنده نمط تعلق قلق بيكون عنده مشكلة كبيرة جدا في فكرة طلب احتياجاته، ما بيعرفش يطلب احتياجاته. وممكن كمان ناس كتير جدا ما تعرفش ايه هي احتياجاتها من العلاقة. فانت محتاج تسأله ايه هي احتياجاتك من العلاقة. فمثلا هيقول لك والله انا احتياجي من العلاقة ان انا اكون مطمن. انت محتاج تسأله تاني ايه دوري في انك تكون مطمن، ايه اللي انا المفروض اعمله علشان انت تكون مطمن جوه العلاقة. طيب ايه الاوقات اللي انت بتكون مش مطمن فيها؟ ايه السلوكيات اللي ممكن اعملها تخليك او تحسسك انك مش مطمن؟ دي كلها اسئلة مهمة جدا بتخليني او بتوضح لي احتياجات الشخص ده من العلاقة بشكل واضح. ايه اللي المفروض انا اعمله عشان توصل انت للمشاعر دي. ودي برضو واحدة من اهم الحاجات اللي بشوفها المفروض تكون عند الشخص اللي بيتعامل مع شخص عنده نمط تعلق قلق. تالت حاجة محتاج انك تشجعه انه يخلق او يدخل في دوائر مجتمعية جديدة. يعني ما تكونش حياته بتدور حولك، ما يكونش مصدر سعادته الوحيد. انت محتاج انت اللي تشجعه، لان في ناس كتير جدا بتفرح لما بيلاقي حد متعلق بيه التعلق ده، بيفرح جدا، بس دي حاجة مضرة جدا وانت بتضر الشخص ده. فواحدة من الحاجات المهمة اللي انت محتاج تعملها انك محتاج تشجعه انه يلاقي شغفه في حاجة، يعمل حاجة بيحبها، هواية بيحبها، يدخل مع اصحاب جداد وتعرفوا انك لازم تكون مبسوط لوحدك. ما تعتمدش عليا اعتماد كلي. لازم في الوقت اللي انت فاضي فيه مع نفسك مع اصحابك تبسط نفسك. دي واحدة برضو من الحاجات المهمة جدا. رابع حاجة وبرضو بشوفها من الحاجات المهمة قوي، شوف ايه اللي بيفعل عنده نظام التعلق وبلاش تعمله. بلاش تمسك او تدوس على الزرار اللي بيفعل نظام التعلق عنده، لان معظم الناس اللي عندها نمط تعلق قلق النظام بتاع نمط التعلق ده مش بيشتغل غير داخل العلاقة، وممكن كمان يكون بيشتغل بسلوكيات معينة. مثلا الشخص اللي عنده نمط تعلق قلق بيخاف جدا من ان الشخص اللي معاه يسيبه ويمشي ويروح لحد تاني. فما ينفعش انا اكون عارف ده، ودي حاجة بتشغل نظام التعلق عند الشخص ده، وابتدي اهزر مع بنات قدامه. ما ينفعش ابتدي اهزر مع شباب قدامه، اتكلم بشكل غير لائق. دي بتفعل عنده نظام التعلق. فمحتاج تعرف ايه السلوكيات اللي بتفعل عنده نظام التعلق وتبطل طبعا ان انت تعملها. خامس حاجة واخر حاجة انك تخليك واضح معاه معظم الوقت او طول الوقت. يعني ما تختفيش مرة واحدة. انت مش فاضي قول له انا مش فاضي ولما افضى هتكلم معاك. خليك واضح حتى في مشاعرك معاه. انا متضايق دلوقتي مش عايز اتكلم، ممكن بس تسيبني دلوقتي. لكن ما تختفيش مرة واحدة لان ده بيفعل عنده نظام التعلق. فدول 5 حاجات بشوفهم اساسيين للتعامل مع الشخص اللي بيعاني من نمط التعلق القلق. فلو انت مع شخص في علاقة بيعاني من النمط ده، فمحتاج تتعامل معاه اتليست يعني بال5 حاجات دول.